السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. تعالوا نعمل مع بعض صينية جلاش حلو بلفة جلاش واحدة نص كيلو. هتعملي كمية حلوة قوي، هتعملي صينية كبيرة زي ما انتوا شايفين كده. ما تفرقهوش عن الجاهز خالص ولا كأنه معمول في البيت، احلى بكتير ما تشتري من بره. تعالوا نشوف الطريقة مع بعض. اول حاجة هنبدأ بيها العسل او الشربات. معايا هنا كوباية ونص من السكر على نص كوباية من المية. تمام. انا مش عايزاه كتير، انا عايزاه شربات بارد خفيف تقيل. تمام. مش عايزين نكتر المية بتاعته عشان خاطر ما يعجنش. يعني هي نص كوباية مية كفاية قوي على الصينية الكبيرة. تمام. هسيبه بقى ياخد غلوتين تلاتة كده لحد ما يتقل، وايه وبعدين نطفي عليه. ومش كتير يعني غلوتين تلاتة بس. بالشكل الجميل ده. شايفين كده؟ خلاص خد له غلوتين، هطفي عليه واسيبه يبرد لحد ما نشوف بقى الايه باقي الطريقة بتاعت اللي نشوف هنعمل ايه في صينية الجلاش بتاعتنا. هجيب هنا لفة جلاش نص كيلو، اللفة دي نص كيلو هتعمل الصينية المستطيلة، يعني أكبر صينية في الطقم المستطيل. تمام. هتعمل كمية حلوة أوي من الجلاش. هفردها كده ونبتدي بقى ايه نوزع في الصينية بتاعتنا ونفردها ونعمل بقى الخطوات بتاعتنا. أنا هنا أول حاجة بشوف بقى ورقة الجلاش هتيجي مقاس الصينية من أنهي اتجاه، وبعد كده أظبط بقى الحاجات بتاعتي. معايا هنا معلقتين سمنة كبار سيحتهم علشان خاطر ادهن بقى طبقات الجلاش بتاعتي. هندهن بقى الصينية كويس قوي، هندهنها بالسمنة بالشكل ده. وهنبتدي بقى نرص طبقات الجلاش بتاعتنا، وبين كل طبقة وطبقة ندهن سمنة. يعني كأنك هتعملي جلاش عادي خالص. حابة تحشيه ماشي، حابة تعمليه سادة برضو براحتك. لو هتحشيه في نص الوقت او في نص الطبقات ابقي حط الحشوة بتاعتك المكسرات، وبعدين حط الطبقة التانية فوق منها. بس انا هعمله سادة. تمام كده، انا بحبه سادة. ويعني يبقى اقتصادي شوية، يعني عشان اللي ما يقدرش يعمله بالمكسرات يعمله سادة برضو ما يجراش حاجة. نبتدي بقى نوزع الطبقات بتاعتنا ونوزع الصينية. انا بطبقها من جنب، الورقة التانية بطبقها من الجنب التاني، يعني واحدة عكس واحدة عشان خاطر يبقى متساوي، مش يبقى جنب تخين وجنب رفيع. تمام. يا رب الفكرة تكون واصلة كده زي ما انتوا شايفين. هنا طبقتها من الجنب التاني اهو. وابتدي بقى ايه اعمل طبقات الجلاش كلها بالشكل ده، كأنك بتعملي جلاش عادي، مش فارق حلو من حادق يعني. هي بتفرق بس في الشربات ده لو هتعملي سادة، انما لو هتعملي بحشو بيفرق طبعا. الحشوة الحلو بيبقى مكسرات والحادق بيبقى لحمة او فراخ او جبن، يعني زي ما تحبي. ما خدش وقت خالص، ما خدش تكاليف. عملت كمية حلوة، كان جاي لضيوف في اليوم دوت، وعملت كمية العدد يعني طلع معايا عدد حلو وكمية حلوة، وكان احلى بكتير من نشتري من بره. تخيلوا الصينية دي كده لو هنشتريها جاهزة من بره هتكلف كام؟ هتكلف كتير جدا، غالي جدا بره الحلويات والحاجات دي. كلفتنيش غير 20 جنيه. تمن لفة الجلاش. والسمنة طبعا موجودة في البيت، خدت معلقتين سمنة، مش قصة يعني، مش تكلفة. فبجد الحاجات في البيت بتبقى حلوة وبيبقى خير في البيت، وكفاية ان انت عاملة الحاجة بايدك وانجاز، ويعني حاجة حلوة قوي ان انت تعملي حاجة وتبقى احلى من الجاهزة، وتبقى حلوة وتعجب الولاد. وفرت كتير فيها، عملت كمية حلوة. بجد الحاجات دي بتفرق قوي. انا هنا قربت الصينية للكاميرا عشان ما كانت بعيد شوية، فقلت اقرب الصينية للكاميرا كده عشان تبقى حلوة. اهم حاجة تكونوا واخدين بالكم من طريقة لفة الصينية. بطبق من الجنب التاني بطبق عكسه عشان خاطر يبقى كلها متساوية، ما يبقاش جنب عالي وجنب واطي، جنب رفيع جنب تخين كده يعني. طبعا تنفع في حلويات رمضان، داخلين على رمضان، حلو جدا تعملي لضيوفك في العزومات. في اعياد ميلاد. حلويات عادية في الايام العادية، نفسك في حاجة حلوة، بدل ما تروحي تدفعي مبلغ كبير في عينات حلويات. بيبيعوا يعني عينات والله. لا، بتعملي كمية حلوة في البيت، يعني مش مكلفة ولا حاجة. جربي تعملي كل حاجة بنفسك، والله النتيجة مبهرة جدا. ويعني وكفاية فرحة ان انت عاملة حاجة احلى من بتاعة بره. دي لوحدها يعني انجاز والله. خلاص كده. اخر طبقة بقى في الجلاش، اخر طبقتين بتنيهم لتحت مش لفوق،
عشان خاطر يبقى الوش كله متساوي. بروح رافعة كده ومدخلة ورق الجلاش تحت، شايفين بالشكل ده، عشان التنيات ما تبقى الزهرة من فوق، فيبقى الجلاش الوش شكله وحش. تمام. يا رب الفكرة تكون واصلة. هحط كمان اخر ورقتين بس عكس الناحية التانية، انا حطيت الناحية جنب اللي قدام دي، هحط بقى الناحية التانية كده، شايفين اهو بالشكل ده كده، واروح مطبقاهم برضو لجوه كده. التنيات اللي انا عملتها كلها مش هتبان خالص بالشكل ده. يا رب الفكرة تكون، يعني قصدي يكون واضح بالشكل ده كده. بحاول بقى اسوي الاطراف عشان ما يبقاش حاجة شكلها بايخ ولا شكلها وحش، وتبقى قطعة الجلاش متساوية وشكلها حلو. ابتدي بقى اقطع. انا هنا بحاول اظبط المقاسات بس. طبعا التقطيع اللي تعجبك او اللي انت بتحبيها، بتحبي مكعبات، مربعات، تحبي مثلثات، زي ما تحبي قطعي. طبعا لو عايزة تحشيه في نص الكمية بحط الحشو. انا قلت اعمله سادة عشان يبقى اقتصادي، لايه؟ عشان اللي ما يقدرش على المكسرات يبقى برضو ناكل جلاش برضو يعني. هنا انا هقطعه بالطول كده وهعمله مثلثات صغيرة. تمام. طبعا التقطيعة دي ترجع لك انت، المهم نعمل جلاش حلو وناكله في البيت، مش هنختلف على التقطيع يعني. بس هو الافضل يبقى مثلثات، يعني انا بحب شكل المثلثات، فعشان كده هعمله مثلثات. طبعا ما خدش اي وقت خالص. كوني مسخنه الفرن قبلها عشان خاطر ما ياخدش وقت في الفرن. الفرن لما يبقى سخن الحاجه ما بتاخدش وقت فيه، انما لو هتحطيه في فرن بارد على يعني هياخد وقت بقى ما الفرن يسخن وهو يبتدي يستوي وكده. فاحسن حاجه يكون الفرن سخن من قبلها، يعني وانتي بتشتغلي كده تكوني مشغله الفرن، على ما تخلصي يكون سخن كويس، الصينيه ما تاخدش دقايق في الفرن. هنبتدي بقى نقطعها مثلثات. انا هنا بحاول اشوفها هتيجي بانهي شكل او بانهي طريقة، ونبتدي بمثلث كده، واحدة عكس واحدة هيطلع معاكي مثلث جميل. وحاولي ما تبوظيش الشكل وانت بتعمليه، يعني ما تقطعيش الورق كده. وطبعا انا ما دهنتش الوش سمنة دلوقتي لحد لما اقطع، لو دهنته سمنة مش هعرف اقطعه. فالسمنة دي في اخر طب سمنة الوش بتبقى في الاخر خالص بعد ما اخلص. كل ده هينفش ويتضاعف حجمه في الفرن وهيبقى شكله جميل اوي بالشكل ده. شايفين؟ واحدة عكس واحدة يطلع معاكي مثلث جميل. هعمل برضو الكمية كلها على نفس الصينية كلها على نفس الطريقة. ما بتعرفيش تعملي مثلثات كده قطعي مربعات، مش هيفرق يعني. بس كنت عايزة اعمل اكبر عدد، يعني عايزة اعمل كميات كبيرة. حاولي كده ظبطي الشكل عشان خاطر ايه يطلع من الفرن شكله حلو. طبعا داخلين على رمضان وعزومات رمضان، فلو عملت صينية دي في عزومة هتكفي عدد الافراد اللي انت جايباها كلها. فبجد حاجة حلوة يعني، وتبقى حاجة حلوة ومش مكلفة قوي يعني، وصدقيني هتبهري ضيوفك بيها. نبتدي برضو نقطع كله على نفس الطريقة. هي تقطيع المثلثات بتاخد وقت شوية عشان ما بتعرفيش تعملها كلها خط واحد، تعملي قطعة قطعة. انما لو مربعات يعني او مكعبات بتبقى كلها ايه خط واحد كده، بتقطع الصينية في ثانية. انما التقطيعة دي بتاخد وقت شوية. هخلص بقى الصينية واقطعها واظبطها كده ونشوفها مع بعض. بقت بالشكل ده. معايا هنا السمنة، ونبتدي بقى ايه باقي السمنة اللي معايا، ونبتدي بقى نوزع على الوش باقي كمية السمنة. بس هي دي بقى صينية الجلاش اللي بنشتريها غالية من بره وبسعر وهمي، يعني بسعر عالي جدا.
عملناها، ما خدتش حاجة خالص، ما خدتش تكلفة، بس وخلصت. معلقتين سمنة ولفة جلاش، عملنا احلى صينية جلاش حلو. وطبعا كل الحاجات دي موجودة في البيت يعني. هدخلها الفرن ونشوفها مع بعض بعد ما تستوي بالشكل ده. هنا بعد ما طلعت من الفرن في الوقت ده وانا بحط الشربات على العسل، المقطع الفيديو ده اتمسح، فما سامحوني في الحتة دي. وهنا الجلاش بقى بعد ما طلع بالشكل الجميل ده، شايفين لونه حلو والعسل ظاهر فيه، وظهر انه شرب العسل ومقرمش ومش معجن. شايفين ده عشان مش حاطين عليه شربات كتير، حطينا سكر كتير بس الشربات قليل.